نبلش هيك. إذن أولاً إذا فينا نعرف مين النقيب علي نجم؟ أنا النقيب علي نجم رئيس شعبة العلاقات العامة بفوج إطفاء بيروت. تطوعت بالفوج بال 1996. خضعنا لدورات مكثفة ودورات طويلة بمجال الإطفاء والإنقاذ والسلامة العامة. مر علينا كثير أمور، مر علينا حروب بلبنان مثل ما كل العالم تعرف. اكتسبنا خبرة من خلال هالبلد الصغير اللي مر عليه كوارث قد ما يعني جميع الكوارث الحمد لله مرت بهذا البلد، ومن خلالها الإيجابية فيها اكتساب الخبرة. إلي تقريبا شي سنتين بهذا المركز اللي أنا فيه. قبل كنت رئيس مركز، قبل كنت على الأرض. هاي أنا. طيب اليوم من بعد هيدي المرحلة، إذا بنسأل مش النقيب علي نجم، بدنا نشوف كيف تأثرت كإنسان اليوم من بعد كل هالخبرات وكل هالتجارب اللي قطعت عليك. شو تركت أثر عند علي نجم الإنسان؟ لكن نحن بعملنا في مقاسي كتير، في وجع كتير، وفي مشاهد بتصير معك مش كل مع الناس بتصير. يعني عمليات الإنقاذ، عمليات انتشال، عمليات تعرف على الجثث، تشويه، الأماكن اللي بتكون فيها. دايما نحن عنا تفكير شو كانوا عم يعملوا قبل. يعني قبل ما تصير معهم الحادثة، إذا كان بحادث حريق، إذا كان بغرق بالبحر، إذا كان بحادث سيارة، دايما بس نخلص بيننا وبين نفسنا بنسأل إنه هذا الشخص قبل ما يصير معه هذا الشيء شو كان عم يعمل، شو كان عم يفكر. كتير أشياء بشعة بتمرق بحياتنا، وكتير أشياء حلوة بتمرق بحياتنا لما بننقذ حدا. يعني لما أم بتقول أنا ابني بعده جوا بالحريق ومنضحي ومنفوت ومنجيب لابننا حي، هيدا شعور كتير حلو وكتير كبير. وأوقات ما بتعرفي يعني بعز عليك بتفوتي بدك تجيبي حدا ما بتقدري توصلي له نسبة لوضع الحادث اللي أنت عم تشتغلي فيه يعني. بس بالإجمال الحمد لله الحمد لله دايما كنا في عنا هيك أمل أو فرحة بأي حادث، إنه أقله نقدر ما نخلي الحادث يمتد على مثلا إذا ببيت على غير بيوت على المبنى كله. نحصر الحادث بمكانه والحريق بمكانه ونخمده بمكانه بالأضرار اللي هو فيه. حياتنا معقدة شوي كتير. يعني فيها الحلو وفيها المر. فيها الحلو لما نحن بنخلص حدا أو ننقذ حدا أو نلحق حدا على آخر لحظة، وفيها لما ما بنقدر بنروح بنشيل جثث وبنشيل أشلاء وبنشيل ناس ضحايا كلهم أبرياء. صحيح. يعني نحن ما بنشيل مثلا، يعني بالحروب بتلاقي ناس عم يتحاربوا مع بعض ضد قضية، ضد فكر، ضد ما بعرف شو، اثنين عم يواجهوا بعض. هذا شيء طبيعي، بده يروح قتلى، بده يصير في ناس أسرى كذا بأضرار. بس اللي قاعد ببيته ولع بيته وولاده صغار جوا، اللي تارك بيته صار في عنده ماس كهرباء بالبيت، اللي عم يعمل شيء من وراء إهماله وعدم تقديره وعدم خضوعه لإرشادات السلامة العامة، ولع بناية وضرر ناس كتير. والاشياء بتعز عليك لانه الناس اللي بيروحوا فيها هم لهم ذنب. صحيح. هول اخطاء لازم العالم تتحمل، لازم تتحاسب عليها. صح. يعني بفتره من الفترات لما صار في ازمه المازوت والبنزين، صاروا الناس يجيبوا بنزين ويجيبوا مازوت ويخزنوا، وياما سمعنا حوادث واشتعالات من وراء التخزين الغير صحيح وغير آمن، بس لمجرد انه انا بدي اجيب لك. يا عمي اذا انت ما فكرت بجارك فكر باولادك. في ناس كثير تعرضوا واحترقوا، في ناس ماتوا من هذا الموضوع. عدم الرقابة مشكلة. صح. عدم متابعة الأجهزة لهدول المواضيع مشكلة، لأنه بتولد كوارث
بتعرفي انت شو تخزني بنزين بقلب مبنى؟ بتعرفي البنزين قديش قوة اشتعاله وقديش سرعة اشتعاله؟ وعدم وعي وعدم إدراك وعدم معرفة. عملنا صعب 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 بكل معنى الكلمة. العالم بتشوفنا مبسوطين، عم تشوف الجو الخارجي تبعونا، بس العالم ما بتشوفنا لما نكون حاطين لابسين كل ثيابنا ومغطين وجهنا وعم ناخذ النفس من القنينة. الشكل اللي نحن فيه لما بتفوتي بمحل ما بتشوفي فيه شيء. ما حدا بيتخيل هذا الموضوع. وعلى سيرة هذا الشيء، قائد الفوج اللي عندنا العيد ماهر العجوز لما اجى استلم قال انتم شو بتشتغلوا؟ هو ضابط من الجيش. قلنا له نحن في يعني تبعوا التدريب. قالوا له هلا في عندنا دوره لحدا. قال بدي اعرف شو بتشتغلوا. في عندنا مركز تدريبي نحن بندرب فيه الاشخاص اللي بيطلبوا انه يتدربوا. بقلب هذا المركز عاملين مثل اوض، بيلبسوا بدله الحريق، بيحطوا اجهزه التنفس والقناع وبيفوتوا. فقام حب يجرب هالتجربه وظهر، فات وجربها وظهر. لما شلح قال انا ببصم لكم بالعشره، هيدا المطرح اللي انا كنت فيه صعب انه حدا يدخله ويضله طبيعي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول اذا اردت ان تعرف نعمه الله عليك اغمض عينيك. صحيح. فكيف انت مغمضه عيونك بدخان، بحراره، منك ايش عشيه، بخطر، بحمار عم يطلع بوجهك؟ شغله الاطفاء شغله كثير صعبه، ما حدا يستهوي فيها ابدا. صحيح. معرض كل ساعه ليموت، معرض كل ساعة للخطر، معرض كل ساعة يوقع، معرض كل ساعة يقلب عليه شيء، لأنه المكان اللي بيكون فيه مكان غير آمن وممنوع حدا يفوت عليه غيره. صح. ومن خلال هذا الحديث هذا اللي بنعاني منه نحن وقت لما يكون في عندنا حادث حريق، بنروح بدنا نشتغل بنلاقي العالم صارت ورانا، لك يا عمي لا مش هيك، ظهروا لبرا. هذا ما في بالوقت اللي المفروض يكون في أجهزة تحمي مكان الحادث، تسيج مكان الحادث، لتخليها رجل الإطفاء يشتغل بحرية وما يعتل هم جوا وبرا. صحيح. يعني هيدا قلة الإدراك وقلة المسؤولية عند الناس شغلة كتير كبيرة اللي بدها تبلش بالمدارس. ليك أنا بحسها فضول ونخوة زايدة. صح. أكثر من قلة إدراك، فضول ليعرفوا شو فيه، وفي ناس عندها نخوة زايدة بتحب تفوت وتعمل إنه أنا بدي ساعد. نحن بناخذها بهذا الاتجاه لأنه بالنهاية هن عم بيساعدونا، عرفتي؟ بس ما هيك بتصير المساعدة، هيك بتعرقل. صح. طب بما انه نحن اليوم هدف الحلقة هو الإضاءة على تجربة خاصة يمكن هزت الكرة الأرضية. نعم. هي الزلزال المدمر اللي أصاب سوريا وتركيا، وحضرتك كنت من الأشخاص اللي راحوا على منطقة منكوبة بتركيا. صح. ما رح نضوي كتير على فكرة إنه شو صار وشو شفنا وشو كل هيدي الأمور اللي انحكى يمكن كتير عنها بالإعلام. بيهمني هيدي التجربة كيف أثرت على شخصكم الكريم أولاً. لما رحت كيف كانت نظرتك للأشياء؟ لما رجعت كيف كانت نظرتك؟ أنت وهونيك شو كنت عم بتفكر؟ شو كنت عم بتشوف؟ بما أنه حضرتك كنت عم بتقول إنه نحن كلبنانية قطع علينا كتير. بداية السفرة فجأة، يعني احنا نازلين يوم خدمة عادي وفجأة صار في عنا سفرة. تحمس أكثر شباب الفوج إنه يروحوا، بس كان العدد محدود. ألفنا فرقة من 12 شخص، وكان في معنا فرق تانيين من أجهزة يعني الصليب الأحمر، الجيش اللبناني، الدفاع المدني، هيئة إدارة الكوارث، المجلس الأعلى للدفاع، من الداخلية. المهم كنا 71 واحد، وبالتالي لما رجعنا سمينا الفرقة فرقة 71. حلو. الفرقة 71. سافرنا من هون، وصلنا على مطار أضنا، بلا طول الحديث وهيك تعذبنا لقدرنا وصلنا على المنطقة اللي نحن فيها، اللي هي كهرمان مرعش، منطقة اسمها البستان بولاية كهرمان مرعش. وصلنا بالليل، شفنا دمار بس ما في ضوء.
بس شفنا دمار، يعني قلنا انه دمار عادي مثل ما بيصير عنا وقت الحرب والاحداث، بينزل شارع بينزل كذا. مرقنا بشارع معين، من اول ما وصلنا بلشنا عمليات البحث والانقاذ، ما نطرنا لتاني نهار. خلصنا، ما حقول لك نمنا لانه ما نمنا، اصلا ما كان في مطرح ننام. ما كان، كنا اول فريق دولي بيوصل على هذا الموقع، واعطونا غرفه بمدرسه، بس بعد ما كان فيها تجهيزات. لما فقنا الصبح هون كانت الصدمة. وظهرنا لبرا، انا بقول كان في يوم ايامي هنيك. ما يعني شو ما اوصفه لهذا المشهد ما بعطيه حقه. مدينه مدمره بالكامل. يعني انا بشوف وقت الحرب انه انا اذا بتنزل قذيفه عندي ببيتي، بروح من بيت خيي، بروح من بيت اهلي اللي هن عاده بيكونوا قراب من بعض، تبعد عنك ساعه توصلي عند بيت اهلك، بتطلعي على ضيعتك، محل. هنيك ما في مطرح يروحوا، ما عندهم محل. كانوا كل الناس اللي بقيوا احياء قاعدين حد مبانيهم بالفلا، يعني مثل ما بيقولوا بالعراء، عم بيولعوا شو بيطلع بوجههم، حتى اساس بيوتهم عم بيولعوه يا حرام. للبرد. اذا بيلاقوا شنطه بيلاقوا وهن لالهم بكبوها بقلب النار. واللي لفت لي نظري، يعني عاده لما واحد بتنزل بنايته بيجوا اهل المبنى وبيتجمعوا هن وعم يشيلوا الركام وعم يشيلوا هيدا، بصيروا بينطروا ليطلع لهم شيء من تحت الركام له علاقه فيهم. صدقيني واقفين، البوكلين عم تشتغل، عم بتشيل، عم يطلع شنط مليان اغراض، عم يطلع امور، عم يطلع سجادات، عم يطلع يعني نحن عم نشوفهم. ما في حدا قرب قال لحظه انا هول لإلي بدي اخذهم. يعني الناس ضايعه، كان بس همهم انه في حدا في تحت. أحياء. يعني هاي البنايه اللي انا عم بحكيك اللي اكثر شيء، لانه كنا يعني عم نشوفهم بالنهار، كان في 11 واحد تحت الانقاض. يا الله. فالمنظر كان مرعب. آه، حجم الدمار هائل، حجم المفقودين هائل، حجم الاموات هائل. البنايات اللي بعدها واقفه ما فيك تطلع عليها اصلا، ما يعني حرام لا تتعرضي تسلم. حالك لخطر وتطلعي عليها. حتى اهاليها ما عم يطلعوا، ناطرين ليشوف شو بدهم يعملوا. ناس مشردة، ناس بدرجة حرارة 16 و17 تحت الصفر بالليل، وبالنهار 6 و7 تحت الصفر، قاعدين ناطرين أي شيء يبين معهم، أي شيء يلاقوه، حدا من أهلهم من أحبائهم. كارثة، كارثة كبيرة. إذا سألتك شو بتحس تجاه الأشخاص اليوم اللي مثلا أكيد سمعت هيدي الجملة إنه ليه لتروح؟ شو إلك هونيك لتروح؟ كيف بتحس بهيك عبارة أو كيف بتفكر فيها؟ ليك بدي أقول لك شغلة، نحن بلبنان معروف لبنان مقسم طوائف. نحن بنظهر بحادث حريق ما بننقي الأشخاص اللي بدهم يروحوا على أداء الحادث، وما بنقول والله لأنه هذا لا روحوا أنتم. نحن فريق واحد، عملنا إنساني. الإنسانية هي عابرة للطوائف، وعابرة للمدن، وعابرة للقارات، وعابرة لكل شيء. أنا لما بدي أشتغل بإنسانية آه، ما حوقف عمل، ما حفكر إنه هيدا هيك وهيدا هيك، لا. ما هو أنت عملك بينك وبين ربك، يعني من الأرض للسماء، ما بيوقف عند حدا. صحيح. فإن كان بتركيا، إن كان بسوريا، إن كان بكل مشارق الأرض. يعني أنا مثلا وقت المبنى تبع أمريكا، أنا مثلا قدمت تعازي لرجال الإطفاء الأمريكان اللي قضوا أثناء مهمتهم لما وقع المبنى عليهم.
كل إنسان عم يقدم خدمة إنسانية صح. للمواطن لبلده وبيموت، هذا شهيد. ترفع له والشهيد القبعة طبعا. طبعا. عند الله أعلى مراتب. فنحن ما بتحدنا بلد ولا بحدنا مكان، وين ما لازم نكون حنكون، بسوريا، بتركيا، بأي منطقة، الله لا يضر حدا. طبعا. بس مين ما طلبنا كوني أكيدة كوني أكيدة، حنلبي النداء وحنروح، لأنه واجبنا إنساني بحت يتعلق بالإنسان فقط، لا بطائفته ولا بمذهبه ولا بدينه ولا ببلده ولا بكنيته. أصلا أنا بدي أقول شغلة للتاريخ. يعني أنا لما وصلني رقم تليفون حضرتك لأتواصل معك واتصلت فيك، الإجابة السريعة للرسالة لإلي بالنسبة إلي كانت شيء لا يقدر بثمن، لأنه هون بتنقاس إنسانية الإنسان. يعني نحن بنعرف الظرف اللي أنتوا كنتوا فيه هونيك، وبعرف قديه صعوبة المكان اللي أنتوا فيه هونيك، وإنه ترد بهالسرعة هيدي وتقلي إنه أنا بعتذر ما قادر أعمل شي لأنه الظرف 1 2 3. حسيت قديه الوجع كبير. يعني أنا قدرت حسيت من خلال الكلمات اللي أنت قلتهم قديه الوضع هونيك سيء، وقديه حضرتك إنسان تأثرت باللي أنت فيه. أنا بكل صراحة أنا كنت ضمن يعني شخص ضمن فريق. أنا لما وصلتني رسالتك بدي أقول لك في مواطنة عم تطلب مساعدة من إنسان شغلته يساعد، بس ما قدران يلبي. فورا لما سمعت الرسالة توجهت على غرفة العمليات عند المسؤولين، قلت لهم في بهالطائف في ناس لبنانية عفوا لأنه من برا سلمت السفرة، قلبك. سلمت قلبك. في ناس لبنانية عم يطلبوا استغاثة، شو بدنا نعمل؟ قالوا لي ما طالع بإيدنا شيء، نحن ما فينا نتحرك هون إلا بناء لتوجيهات من السلطات التركية وجمعية أفاد اللي هي مستلمة. قلت له طب معقول نترك يعني كيف هيك؟ قال علي والله يعني بعز علينا، بس ما ساعتها بعثت لك الرسالة وقلت لك بعز علي اسمعك وما قدرنا بيكي والله. صحيح. صحيح. ومع الأسف خسرنا عدد كتير كبير من اللبنانية اللي موجودين بأنطاكيا. يعني الرحمة أكيد لأرواحهم والصبر لأهلهم، لأنه يعني عيال. يعني ما عم نحكي بشخص وبشخصين، عم نحكي عائلة كاملة بطلت موجودة. هلأ طبعا هيدا شيء منه حرب، هو زلزال ربنا اللي بعته. لكن مع الأسف بيّن هشاشة أشياء كتير. أولا بالنسبة لي أنا وسبب وجودي اليوم مع حضرتك هو هشاشة البناء الإنساني اللي موجود. التجارة والفساد هلا لا ليكي رجعوا عزوا الموضوع انه 98% من الابنيه المعمره بهدول المناطق هي قبل قرار توحيد البناء لموضوع الزلازل. يعني هيدي نوع من انواع التغطية لفساد معين. ما بدنا نفوت بمواضيع سياسية ولا بهيدا، نحن عم نحكي انسان. وانا اليوم كتير بيهمني انه نضوي على اشخاص اشتغلت للانسان بانسانية هن كاشخاص، لانه اليوم نحن بنسمع كتير بيتكرم الشخص من بعد ما يترك هيدي الدنيا. اليوم أنا حبيت من خلال هيدي الحلقة ضوي على شخصية كانت موجودة بأزمة كتير كبيرة، تشكروا عن جد من القلب لإمكانيات لبنان البسيطة جدا، إنه أنتو رحتوا بمبادرة إنسانية. ما بدي أقول ولا سياسة ولا كل هيدول الأمور، لأنه تركتوا عيالكم هون كمان. ما بنعرف شو الوضع اللي موجود بلبنان، ما بنعرف شو معقول يصير، لأنه كمان لبنان تحت يعني حسينا فيها ظروف إنسانيا وبيئيا ومعيشيا وحياتيا واقتصاديا ما وماليا طلعتوا بشيء. قد ما بتعدي. صح. وعلى فكرة نحن رحنا على فئتنا الخاصة، شيء مؤسف جدا. مش السفرة على فئتنا الخاصة، وجودنا هونيك كان على فئتنا الخاصة. يعني اللي نحن نشتريهم تناكلهم هدول كانوا منا نحن، لأنه نحن سفرتنا
بلشت الصبح اجى القرار. فعادة أي مؤسسة بالدولة لما بدها تسافر في شيء بسموه مصروف جايبة بيعطوه إياه. صح. عرفتي؟ ليقدروا يمشوا. نحن صارت بسرعة، ومين بده يروح وكذا، وجمعنا حالنا ورحنا. رحنا ما عارفين نشوف يعني كيف طريقة التعامل كذا هيك، بس إنه رحنا، بس إنه كان الأكل والشرب وهدول المواضيع كانت على نفقتنا الخاصة. يعني اللي بغض النظر عن بيحمل الطيران والتنقلات وهدول. بس اللي بيحمل يروحوا على كفه بيروح على هيك محل، ما يعني بعمل لك ما عن فكرنا، يعني جد ما عن فكرنا. جد. وخصوصا انا ليش قلتها؟ لانه نسبه للوضع الاقتصادي الاقتصاد اللي نحن فيه سيء جدا. صحيح صحيح. كل الشكر، كل التقدير، ويعني دعاء بفتكر كل إنسان على هيدي الأرض لكل شخص ضحى بحاله تيقدر عالمين قدرنا ننقذ طفلتين وامرأة حامل. والله. والشيء اللي صار معنا لما خلصنا المرأة الحامل وزحناها من مطرح ما هي، اجت هزة الحجارة مطرح ما كانت، نزلوا مطرح ما كانت. يعني لو كانت بمحلها وصارت هيدي الهزة كانوا حينزلوا الحجارة عليها. مجرد ما نزاحت اجت الهزة، خلص الله سبحانه وتعالى لها عمر، هي والجنين اللي ببطنها. صح. لكن هيدي الرسالة هي للناس اللي عم تطلع تحكي انه معقولة دولة بهيدا الحجم ما عم تقدر تعمل شيء، لانه ما بعرف بيعطوا افكار، وناس عم بتلوم وناس عم تحكي وناس عن تركيا يعني. ايه طبعا. لكن هول يعني شو متفلسفين هول بيقعدوا ببيوتهم مولعين الدفاية 100%. وبيقعدوا شو بيعملوا هيك بالعربي المشبرح، يعني ببلشوا يعملوا ألف خبريات وببلشوا يعلقوا على السوشيال ميديا. نعم. عرفتي؟ اللي ما راح واللي ما شاف يقعد ما بدي اقولها كلمة كبيرة، سبقتك انا قلتها. يطبق. ها؟ وما بقى يحكي على امور ما شافها ولا حسها ولا عاشها ولا شاف. انا اللي شفته، نحن اول يوم وصلنا فيه على تركيا نقلونا من مطرح ما نحن من أضنا على كهرمان مرعش. اول ليله ما كان في شيء، بس كانوا عم يركضوا ليأمنوا لنا، لانه مثل ما قلت لك كنا اول فريق دولي بنوصل. كانوا جمعيه افاد عم تركض لتأمن لنا شيء لنقدر نقعد او نغطي حالنا لانه درجه حراره. ثاني يوم الصبح المساعدات اللي بلشت تجي للناس وللشعب بشكل عن جد عن جد مش طبيعي. يعني انت بتتخيلي بغض النظر عن الحليب والاكل والهدول انه يعلقوا سياخ شاورما ويصيروا يعطوا سندويشات للعالم. فما بقى حدا يتفلسف عليهم، لانه الدمار اللي عندهم مش دولة 5-6 دول ما بتقدر تشتغل فيه لحالها. صحيح. اللي ما شاف ما يحكي. صح. حرام، الله يعينهم، الله يرحمهم. صح. والله لا يجربنا. اي والله هيدي صدقت، الله لا يجربنا، لانه نحن يعني ساعتها هدول الناس اللي عم بيتفلسفوا خلينا نشوف شو معقول هن يعملوا. ما حيعملوا شيء، بس اقل هيك الايمان، اقل اضعف الايمان انه يدعوا لهالناس انه الله ما بعرف يرحمهم، يخلصهم، يساعدهم، يكون معهم، لانه مثل ما تفضلت درجات الحراره المرعبه، الدمار اللي منه طبيعي، الجو العام اللي كان موجود. لا مدام رندلة، والله قد ما نحن حكينا، يعني نحن كنا على الارض وشفنا، قد ما حكينا ما بنوفي المنظر اللي شفناه. يعني ليك بعمليات الانقاذ لما يجي واحد يستغيث فيك كيف بتروحي لعنده؟ كيف بالسيارة يعني بدك تاخذي السرعة الممكنة، يعني بأسرع طريقة ممكنة. إن كان بالسيارة، إن كان ركض، إن كان هنيك لا بالسيارة فيك تسرعي لأنه الأرض جليد، لا فيك تركضي لأنه بتوقعي. والحمد لله أكلنا وقعتين مرتبين على الجليد. وما فيك تتحركي بحرية لأنه الأرض مش أرض جليدية بامتياز. وإذا بدك تعربشي على مطرح بدك تغطسي بقلب الثلج، وغطسة الثلج أهون ما أنك تدعسي بالجليد. وتخيلي أنت عم تتهدي إيدك عم تنزل نصها بقلب الثلج وترجع تشيليها وترجع تقربي. هول اللي عم يتفلسفوا عن جد ما عايش يتفلسفوا، والله حرام عليهم، حرام. بدل ما يتفلسفوا يدعوا للناس
يدعوا بالرحمة للناس ويدعوا لهذا البلد المنكوب إن كان بتركيا ولا بسوريا. بسوريا صحيح. شعب منكوب، أطفال ماتت، مثل ما قلتي عيال كاملة عن جد اختفت، ما بقى لها وجود. عن جد. الأشكال اللي يعني المناظر اللي شفناها نحن وعم نشيل الجثث من تحت الركام يعني تقشعر لها الأبدان، تتخيلي كيف كانوا. الله يرحم أرواح الشهداء كلياتهم، والله يكون مع كل شخص بعده موجود وناطر حدا يخلصه، والله يرحمنا برحمته ويبعد عنا ويلطف فينا. هيدا كل شي فينا نقوله. وشكرا كتير، وإن شاء الله يا رب إنه الحلقة المقبلة ما تكون عم تحمل هالقد مآسي وأوجاع إن شاء الله. شكرا كتير. كلمة أخيرة إذا بتحب تقول بعد شي. أنا بدي أتشكر غيرتي، يعني أنت لبنانية بس عابرة بالإنسانية. الله يخليك يا رب. بين لبنان وبين تركيا وبين سوريا. نيال عائلتك فيكي، اللي بحب الغريب هالقد واللي بحب الناس هالقد، فكيف حيكون مع عائلتك؟ أنا هيدا أضعف الإيمان. شكرا كتير لك وعلى استقبالك. اليوم لا مكان للكلام، فالصورة أصدق بكثير من أي حروف يمكن أن تقال في حضرة هكذا دمار وهكذا ألم. أترككم مع بعض الصور التي قد تفي الألم حقه.
يسمع صوت غميق كثير بس على السنسر ما عم يلقطه. طيب ابي قال مو طرفتها قال اوكي عن جد لا الان هون ببلش اوكي بدنا نساعد علوي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا رب الله اكبر الله اكبر الله اكبر اوكي اتنا الله اكبر خليك انا وياك على الراس خلينا على الراس زيك Wait, no. Yeah. لسه في جوال Matt, please, no one talks over here. Please, complete silence. حمود على مهلك. Please ask the complete silence. صوت على الاخر صوت على الشمال نهائيا على اليمين وجهك يلا ارجع تحتك شو سقف؟ خلص ارجع رجع. It's blocked from every side. From the three side it is blocked. It's only a tunnel from here only. There is only a tunnel. Okay. On your left.